السلام عليكم. أخيرا فوز النادي الأهلي بعد طول غياب، وبيفوز كمان على مين؟ على فريق سيراميكا القوي المدجج بالنجوم واللعيبة المميزة في مباراة شهدت يعني حالات جدلية كثيرة جدا، خصوصا ضربة الجزاء الشهيرة اللي يعني هنتكلم عنها بالتفصيل على النادي الأهلي في الدقيقة 37. المباراة شهدت روح، وشهدت ضغط عالي من فريق النادي الأهلي من بداية المباراة، وشهدت تألق أغلب لاعبي النادي الأهلي، وخصوصًا في الشوط الأول هنتكلم بالتفصيل، وهنتكلم عن مباريات أخرى ودوريات أخرى سواء دوري روشن السعودي أو الدوريات الأوروبية. لكن قبليهم في حاجة مهمة عايزين نقولها، إن النادي الأهلي بدأ يعني يورّي العين الحمرا للعيبة. وده كان عن طريق وليد صلاح الدين. البداية كانت مع إمام عاشور، وغير إمام عاشور كل اللعيبة. ما فيش حاجة اسمها ترضية، وما فيش حاجة اسمها تجديد لعقود بشكل استثنائي. وده كان متّفق عليه، وكان في قعدات ليه، وخصوصًا مع إمام عاشور بعد ما شهد تألُّق غير طبيعي قبل إصابته. لكن أنا عايز أقول لكم إن النادي الأهلي عمل كده وخَد قراره إن ما فيش يعني تمديد عقود، وما فيش زيادات والكلام ده كُلّه. عمل هذا الموضوع وخصوصًا مع إمام عاشور اللي كان أصلًا يعني بصراحة كان هو اللي متقِّل نَفْسه أوي على النادي الأهلي، وعمل مشاكل كثيرة جدًا. ولكن خلّي بالك، آآ مرض إمام عاشور بفيروس الكبدي اللي أكيد مؤثّر، أكيد هيبقى متواجد معاه وهيأثّر على حالته. وكمان الكسر اللي قُلت لكم قبل كده، إني قُلت لكم إن إمام عاشور المفروض ما يتنطّطش على النادي الأهلي، لإن هو عنده إصابة أعتبرها مزمنة، الكسر في الكتف، وبعد كده كسر تاني هي من المرّة الأولى كانت مأثّرة عليه. فالمرّة التانية هتبقى أكثر صعوبة مع تعبه. كل ده خلّى النادي الأهلي خلاص بقى يقول لإمام عاشور: إما إنّك تنضبط، أو لو عايز تمشي، امشي شوف لك نادي. ده خلّى إمام عاشور يعني يبتدي يتراجع، وأنا أعتقد هيبقى في تراجع بالنسبة لموقف إمام عاشور اللي كان طايح. كان طايح وكان فارد نَفْسه على النادي الأهلي، والنادي الأهلي للأسف الشديد بسبب مستواه وتأثيره في النادي الأهلي، وبسبب نجوميته، وبسبب كمان إن نادي الزمالك ما يشمتش فيه، فعشان كده كان سايب إمام عاشور طايح. لأني ذكرنا مواقف كتير لإمام عاشور ما حدش موقّفه، وغرامات يعني بتتشال وغيره. لكن زي ما قُلت لكم إن في جديد بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لإمام عاشور. طيب، إذا اتكلمنا عن باقي المباريات، كان في مباريات مهمة جدًا، وأحلى وأجمل وأمتع المباريات على الإطلاق مباراة في الدوري السعودي ما بين الأهلي والهلال. الهلال بيتفوق 3-0 في الشوط الأول، مباراة أعتقد كده هتقول خلصت أو هتزيد، ممكن تبقى 5، 6، 7 للهلال. في الشوط التاني لأ، فريق الأهلي بيرجع وبيرجع ب3-3. ريمونتادا مش طبيعية في دوري مش طبيعي، حاجة روعة، حاجة مثيرة، وكل حاجة 10 على 10. جماهير وملاعب وتحكيم ولاعيبة وكل حاجة روعة في هذا الدوري. في نفس الدوري فريق النصر بيفوز 5-1 على فريق الرياض المميز، وكريستيانو بيجيب هدفين. كريستيانو ما زال موجود، ما زال هداف. فريق الاتحاد اتحاد جدة بيفوز على النجمة 1-0. وفي الدوري الأسباني أو الليجا الأسبانية فريق الريال بيفوز 2-0 على إسبانيول. أكيد إمبابي بيحرز. إمبابي نجم النجوم. إمبابي ربما يكون أفضل لاعب في العالم. باتكلم عن برضه ليفربول بيفوز 2-1 على إيفرتون العنيد. ومانشستر يونايتد بيعملها وبيفوز على تشيلسي المنتشي بكأس العالم. لكن بصراحة كان في طرد من بداية المباراة، الدقائق الأولى، على فريق تشيلسي، وهو ده اللي بصراحة فرق مع فريق مانشستر يونايتد وفاز 2-1. إذا اتكلمنا عن مباراة النادي الأهلي، بدأت أولها بفرصة خطيرة جدًا من صناعة المتألق في هذه المباراة أشرف بن شرقي لمحمد شريف، اللي هو ما زال نايم، ما زال غائب، ما زال مش موجود، هو وجدي دشار.
لكن أشرف بن شرقي عامل الفرق، وكمان هو اللي عامل ال1-2 مع تريزيجيه اللي جاب الهدف الأروع هذا الأسبوع أعتقد، وتريزيجيه بصالح الجمهور. لكن بصراحة أشرف بن شرقي كان موجود، وكان عامل رعب لفريق سيراميكا. فريق سيراميكا أخطأ خطأ رهيب علي ماهر بإنه تراجع كمان بعد ال18، حاجة غريبة جدًا. طيب إحنا دايمًا بنقول إن النادي الأهلي لا تهاجم الأهلي والزمالك، لا تهاج ده إذا كان في حالتهم، ما تهاجمهمش وما تفتحش خطوطك. لكن إذا كان الأهلي في هذه الحالة فكان لازم تهاجمه. يعني سيراميكا لو بدأ بشكل طبيعي لأ، سيراميكا كان هيتفوق على النادي الأهلي. ساب النادي الأهلي ضيّع فرص لغاية ما أحرز الهدف، وبدأ بعد كده سيراميكا على استحياء في الهجمات. الشوط التاني كان فيه فرص خطيرة جدًا، في انفراد برّه، وفي كرة لكريم نيدفيد، وفي هجوم للنادي نادي السيراميكا. كان في حالات، بُص كده النادي الأهلي من بداية المباراة وهو كان بيطالب بحاجات بصراحة مش موجودة أو وهمية، وده للضغوط بتاعة المباراة. يعني كل الحالات اللي النادي الأهلي طالب بيها بصراحة ما كانش في حاجة، لكن كان في ضربة جزاء وصحيحة، وفي دفع في ضهر اللاعب غير طبيعي، أكيد هيسدد، فدفعه بكل قوة واستدعى الفار الحكم، والحكم أصر على قراره. عايزين نقول إن المفروض والطبيعي الفار يستدعي الحكم في أي حالة مشتبه فيها. مش شرط هو بالنسبة له ضربة جزاء مش هو اللي هيحسبها، لكن يجيب الحكم، والحكم ممكن ياخد برأيه أو ما ياخدش. لكن بصراحة كان في عندي، لأن الكرة واضحة، دفع واضح بكل قوة من ياسر إبراهيم، وكان فيها ضربة جزاء صحيحة. لكن النادي الأهلي عمومًا بداية مميزة وقوية مع فريق عنيد زي سيراميكا، والنادي الأهلي أعتقد كده ممكن يبتدي ينطلق يلاعب فريق حرس الحدود. ما أعتقدش المباراة هتبقى صعبة عليه، لأني يعني هاتكلم عن أسهل المباريات. مش معقول يعني النادي الأهلي كمان يتعب في هذه المباريات. وبعد كده نادي الزمالك مع فريق الجونة، أعتقد إن الفريق بيلعب بشكل دفاعي، عايز حلول هجومية. وفريق بيراميدز هيلاعب الأهلي السعودي في كأس القارات. النادي الأهلي بصراحة كان مميز في المباراة الأخيرة، ولعب بروح ولعب بقوة وبحماس. وزي ما قلت لكم خصوصا الشوط الأول. الشوط الثاني ربما يكون اللياقة البدنية ما أسعفتش النادي الأهلي، لكن ما زال برضه عماد النحاس بصراحة هو سبب الكارثة اللي حصلت في مباراة إنبي. لأن شوف التغيير اللي طلبوه بيه واللي اتكلموا عليه لمّا لعّب بن رمضان وتريزيجيه ومروان عطية. هو اللعب التشكيل الطبيعي، لكن لعّب ديانج مع مروان مع فريق إنبي، فأثّر بشكل كبير على النادي الأهلي. شكرًا.